الفرنسي أليكس ليبرون يا جماعة عامل معسكر في اليابان. تمرينة جميلة جدا. اللي انتوا شايفينه ده سبينات رهيبة بتعتمد على توليد القوة. هو سبين بسبان وجايبينه قدامه واحد بخيل قوي. هو بطل من أبطال اليابان يعني، مش بيسيب البوينت كده بسهولة. وأليكس بقى عمال تك تك تك، وسبينات بتعتمد على توليد القوة من الوسط والرجل مع ثبات الساق كده وبتضرب، والفوت وورك رهيب والحركة جميلة. طبعا يعني دايما ابطال العالم لازم كل فتره بيروحوا معسكرات سواء في اليابان او في الصين. برضو كان تقريبا اخوه البطوله دي المعسكر ده بتاع اليابان استعدادا للبطوله بتاعت سماش الصين سماش اللي هي هتشتغل دلوقتي. وبعد كده برضو هنا جايبين التمرينات اللي هو بيعتمد فيها استخراج القوة، زي ما انتم شايفين كده، بالاستيك كده وشغل جامد يعني. زي ما انتم شايفين يا جماعه تمرينات الطارات وكده. بعد كده ده بيكمل بقى التمرين والمعسكر زي ما انتم شايفين، وضربات برضو قويه وسبنات، شويه تمرين بدني، شويه تمرين مهاري، شويه ماتشات. هي المعسكرات بتبقى كده متنوعه. وطبعا من الحاجات اللي هي ما بتنزلش طبعا وما بينزلوهاش التمرينات الذهنيه. لازم يعملوا تمرينات ذهنيه وتمرينات تركيز يعني. وهنشتغل الفترة اللي جاية على النقطة دي لأن هي مهمة جدا للأبطال بتوعنا، أبطال تنس الطاولة الصاعدين والمحترفين وكله. لازم يبقى عندك قدرة إن أنت يعني دايما تخلي بالك من التمرينات دي. وبعد كده بيرجع تاني يدخل الجيم زي ما انتم شايفين اهو، شوية تمرينات أساتيك، أحمال بالأساتيك، شوية يلعب تمرينات رجل، شوية يلعب تمرينات وسط بالطارات. يعني تمرينات بتبقى متنوعة زي ما انتم شايفين يعني برضو التمرين اللي قدامنا ده تمرين الرجل على الجهاز ده. تمرين قوي جدا جميل يعني، بيقوي عضلات الرجل جامد ومهم جدا لكل لاعبي تنس الطاولة. هو يشيل الأحمال وينزل بيها كده يحمل على العضلة الأمامية، وبعد كده بيرجع تاني يدخل تمرينات تانية مهارية. وشايفين حركة الرجل والضربات حاجة رائعة رائعة.